عسلامة عسلامة، مرحبا بكم في كوكينج وذ مي. اليوم عملت لكم طبق بنين ياسر خفيف، وهو اللحم بالقليل مفور ومعاه شوية فريت ومعاه صوص وسليطة خضراء. شوفوا ما شاء الله اللحمات كيفاش مفوحين. تبعوني باش تعرفوا طريقة الطهي والمقادير المضبوطة. هذايا اللحم متاعنا غسلناه وخليناه يستقطر. توا باش نبداو، باش نحطوا الكليل، نحطوا الملح، الهريسه العربي اللي سبق وحضرتها معاكم في الفيديو السابق، واللي ما تفرجش في الفيديو تاو نخليله رابط الفيديو في صندوق الوصف. باش نحطوا له شويه زيت زيتونه. تابل ما نحطوش، اللحم العلوش نورمالمون ما نفوحوهوش بالتابل. ومن بعد نوريكم الطريقه كيفاش باش يطيب. هذايا الكليل، شوفوا الهريسه كيفاش ما زالت ما شاء الله، تقول مازلنا كي عملناها البارح، وراهي تصبر معانا بالكدا بالكدا. توا باش نحطوا منها مغرفه. توا باش نزيدوا الملح ونردوا بالنا في الملح، على خاطر الهريسه العربي مالحه بزايد ملح معناه. دونك نحطوا الملح ونسيسوا رواحنا، ونحطوا من مغرفه الزيت زيتونه ونخلطوا المكونات الكل. يلزم اللحم يشرب بالكدا بالكدا، نخليوه ساعتين على الاقل باش يتشرب المكونات الكل. وتنجموا حتى تعملوه من الليل وتخليوه في الفريجيدير باش هكاك اللحم يشرب لفاحات الكل بالكدا وتدخل فيه المكونات الكل. هما كعباتنا حطيناهم في الكسكاس، صايي لفيناهم بالبابي كويسون، بعد بالبابي الومنيوم. توا باش نسكر عليهم ونخليهم حكايه ساعه ونص هكاكا، تقريبا ساعتين. بالطبيعه راهو تتفقدوهم وتشوفوهم، خاطر نتوما حسب اللحم نتاعكم ينجم يكون طري وينجم يكون يابس. كل نوع نتاع اللحم يتطلب مده معينه نتاع طهي، ومن بعد نرجع نوريهولكم. وهنا اللحم نتاعنا طاب هاكا، انا قعد يطيب حكايه ساعتين ونص هكاكا. شوفوا ما شاء الله طاب في حقه، مفوح بنين، الريحه ما شاء الله ريحه الكليل. جربوه وحطوا لي رايكم في التعاليق، وشاهيه طيبه.